السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية على قناة داود تيكي اوفيسيال. اليوم إن شاء الله في الحلقة هذه غادي نشوفو كيفاش يمكن لينا نصلحو ثقب ديال المسمار، ولا بحال هاد الشكل هذا كي كتشوفو في الصورة. كيفاش يمكن لينا نصلحوه بطريقة سهلة باليد فقط، ما غاديش نحتاجو لآلة الخياطة. كيف كتشوفو هنا، يعني ملي كنبغيو نخيطو هداك الثقب، يعني خاصنا ناخدو خيط من نفس الثوب. يعني غادي نحيدوه من الجلال، نهبطو للجلال، اما نحلو الجلال ونحيدوه منو. ولا كيف شفتو هنا انا حاولت يعني نربح الوقت، خليت الجلابة كما هي، يعني مخيط الجلال. حاولت يعني نتسايس معاه باش نحيد داك الخيط باش ما يتقطعش. علاش تندير ليه هذيك الطريقة هكاك؟ باش يتسل بطريقة مرنة، بطريقة سلسة. لأن هاد الخيط ديال الثوب ماشي هو الخيط اللي كيكون في الجرارة اللي كنخيطو بها، هذا كيكون صحيح شوية. أما هذا راه مجرد بأنك غادي تجرو بالجهد يعني غادي يتقطع. داكشي علاش كنسايس معاه غير بشوية. كي كتشوفو هنا يعني ما كنجرش الخيط من الطرف اللي من جهة، يعني الجلال اللي من جهة برا، كنجرو من الطرف اللي من الداخل، يعني الطاوية اللي على الداخل باش ما تبانش على برا. وكنجرو من اللخر ديال الجلال، وكنحاول نخيطها غير باليد. يعني كتكون ضربة حدا ضربة، كنمشي معها غير ضربة حدا ضربة. ورزات صغار ممكن نخيطها من الداخل، ممكن نخيطها من برا. إلا كنت غادي نعرف راسي غادي نتمكن منها، ما غاديش نبين الخياطة على برا. يعني ممكن نخيطها على برا باش كنجمع دوك الخيوط اللي خارجين، كنجمعهم مزيان، كنوقفهم مزيان بحال غادي نسجها، يعني بحال المنسج. كي غتشوفو. ومجرد ملي كملتها وضربتها بالمصلوح باش ما تبقاش مكمشة، يعني درت لها المصلوح، حددتها مزيان. ملي جات السيدة مولات الجلابة ما بقاتش عقلت على الضربة فين كانت. يعني ما كتبانش من البعد، ما كتبانش نهائيا. اما لا قربتي لها خاصك تبقى تركز عليه باش كتبان لك. وبالاخص هاد المليفة، يعني مليفة محفرة، يعني فيها زواقة منها. يعني جات هذيك الضربة جات داخلة بحال الزواقة، ما جاتش باينة نهائيا. وراه شفتو في الصورة في الاول ديال الفيديو. درت لكم قبل كيفاش كانت، ودرت لكم بعد. يعني بعد راه خا زوميت يعني بالكاميرا وزدت الضوء شوية وما تتبانش. يعني الطريقة كيفاش خدمتها ما جاتش باينة نهائيا، بحال الطريقة ديال الستوباج. هو هاد الخدمة ديال هاد الروتوشات بحال هكا حتى هما راه فن. يعني ما يمكنش غير تجي وتكون الخدمة بحال هكاك. كنتمنى الا كنتو اول مرة غادي تدخلوا لهاد القناة، ما تنسوش تابونا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد القناة ديالنا، وتبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاصدقاء ديالكم. هذه فقط يعني غير كي كتعرفوا انا ما كنخبيش عليكم شي حاجة. اي فيديو، اي حاجة جديدة، اي حاجة صايبتها كنفكر فيكم، يعني كنحاول نبارطاجيها معكم. هادشي علاش بارطاجيت معكم هاد الطريقة، لان بزاف ديال الاخوات كتضرب لها شي جلابة بحال هكا مسمار تيشد فيها شي مسمار، ولا في كرسي، ولا في هادشي علاش وريتكم هاد الطريقة هادي باش تحاولوا حتى لو وقع لكم شي مشكل هكا ما تحاولوش ترموا الجلاب. وهاد الجلابة اللي صايبت انا ديال واحد السيدة
جات مقلقة وطالع ليها الدم، قالت لي بأن جلابة عزيزة عليا وديال الوالدة ديالي، الوالدة ديالي كانت توفات وبقات هاد الجلابة، وقلت يعني باش نقادها على حسابي ونلبسها باش نبقى نتفكرها بها. قالت لي فإذا بها يعني ملي كنت خارجة شد ليا فيها واحد المسمار تقب ليا هاد الجلابة. قالت لي محال يعني واش بقات غادي تصيب. قلت لها معليش يعني غير خليها انا غادي نقادها لك، نتوما غادي تشوفوا معايا راكم شفتوا في الصورة من قبل، غادي نحط لكم دابا الصورة وغادي تشوفوها واش غادي تبان لكم يعني في الكاميرا ما تتبانش، فما بالك يعني ملي كتكون الجلابة معلقة والجلابة اصلا يعني الثوب مليفة محفرة زواقها منها، يعني مع داك الزواق مبقاتش كتبان نهائيا. حتى لهنا كتسالي الحلقة ديالنا، وكنضرب لكم موعد في حلقة جديدة ان شاء الله. الى الملتقى، ما تنساوش تابونا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد.